السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا وسهلة، تنفع فطار وتنفع عشاء وتنفع تحطيها طبعا لأولادك في اللانش بوكس وتطلع معاكي بالجمال ده اللهم بارك. وحتى لو مش عندك الحليب الكافي انك تعمليها، هنعملها بمكون سحري بجد هتنبهروا. مكون تقريبا عندنا كلنا في كل البيوت، هيطلع معانا القرص هشة وطرية وجميلة كده زي ما انتم شايفين، وتطلع معانا بالجمال ده، وحاجة كده اقتصادية وموفرة وحلوة جدا. يلا مع بعض نشوف ازاي عملناها وايه هي المكونات. معايا كيلو من الدقيق، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، كيس من الفانيليا، نص معلقة صغيرة من الملح، كوباية من الحليب الدافي، كوباية الا ربع من الزبدة، وممكن تبقى زبدة على زيت مفيش مشكلة. في العجان بقى حطينا الدقيق ومعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، لو حابة تكتري السكر مفيش مشكلة، نص معلقة صغيرة من الملح، وكيس الفانيليا بيديها تست حلو جدا. تمام، ننزل العجان بقى ونقول بسم الله، نقلب كل المواد الجافة دي مع بعض كويس جدا. طبعا وانتوا بتعملوا الحاجة كده تذكروا الله وتصلوا على النبي، ما شاء الله الحاجة بتطلع معاكم بجد حلوة جدا. وطبعا دايما تقولي بسم الله في اي حاجة بتعمليها، ربنا بيطرح فيها البركة، بتطلع حلوة جدا ما شاء الله. افتكرت كده ان انا عندي شوية من السمسم، قلت يلا احطهم برضو بيدوا تيست حلو جدا، فنحط كده شوية من السمسم. مش عندك مفيش برضو مشكلة عادي. نضيف المواد السائلة، كوباية الا ربع من الزبدة، زي ما اتفقنا ممكن تبقى كوباية الا ربع زيت او كوباية الا ربع زيت على زبدة مفيش مشكلة خالص. نضيف بقى كوباية الحليب الدافي. تمام، نقول بسم الله بقى ونعجنهم مع بعض كويس. وطبعا استحالة كوباية الحليب تلم معانا كيلو من الدقيق. طب هنعمل ايه دلوقتي واحنا مش عايزين نزود لها مية؟ هنشوف مع بعض المكون السحري اللي هنضيفه بقى، مكون لا يمكن تتخيليه. هنضيف مع بعض ايه يا ترى؟ هنضيف مع بعض السبرايت او السيفن اب، مفيش مشكلة، المتوفر بالنسبة لك. بيدي طراوة وهشاشة للقرص بتاعتنا بشكل لا يوصف، بجد بيبقى حلو جدا جدا في المعجنات. نقول بسم الله ونضيفه بقى. تضيف الكمية اللي هتلم معاكي العجينة. انا تقريبا ضفت حوالي كوباية او كوباية وربع. تمام، لحد ما العجينة تتلم معاكي وخلاص كده ما تبقاش محتاجة تاني سوائل، وتكون العجينة معاكي طرية ما تكونش يابسة طبعا، لازم تبقى طرية معاكي عشان القرص تطلع هشة وتطلع طرية كده وحلوة. كده خلاص مش هضيف سوائل تاني، كده العجينة ان شاء الله تطلع معانا مظبوطة وحلوة. وما تخافيش ما تزوديش دقيق طبعا، لا اعجني العجينة هتلاقيها لمت معاكي وهتبقى معاكي بالشكل ده ما شاء الله. نفضل نعجن بقى في العجينة لحد ما تبقى طرية وناعمة معانا. شايفين اللهم بارك، اتلمت معانا كويس جدا اهو ما شاء الله. خلاص كده بقى نوقف عجن، ننزل كل العجين اللي معانا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. شايفين هي قد ايه طرية وناعمة وجميلة اللهم بارك. نبدأ بقى ان احنا نقطعها بالشكل ده، طبعا المقاس اللي انت تحبيه، حبة صغيرة او كبيرة مفيش مشكلة خالص، اللي تفضلي طبعا. شايفين ما شاء الله ناعمة وجميلة. نحطها معانا بقى في الصينية على طول، مش بندهن الصينية اي حاجة خالص. حابة تعملي الحجم ده مفيش مشكلة، اصغر او اكبر مفيش مشكلة برضو، اللي تحبيه واللي تفضليه. الحجم ده مناسب جدا.
تخلصيها كده وتقفليها كويس وتحطيها على طول في الصينية. وطبعا نعمل حساب ان احنا نسيب مسافة بين الواحدة والتانية لان لسه هنفردها، ونعمل حساب ان احنا مخمرناهاش خالص فهي لسه هتخمر معانا تاني، فتكون المسافات كبيرة بالشكل ده اهو. شايفين ما شاء الله العجينة معانا طرية جدا ومش بتلزق وحلوة جدا، اللهم بارك ما شاء الله. السبرايت او السيفن اب ده بقى حلو جدا، بيخلي المعجنات معاكي هشة وطرية، بتبقى فظيعة بجد وبتدي طعم حلو قوي. لو حابة انك تزودي كمية السكر عادي طبعا مفيش مشكلة، اللي انت حباه. نبدأ بقى نقول بسم الله كده ونفردها معانا قبل ما تخمر، طبعا نفردها على طول بالشكل ده اهو. زي ما قلت لكم بقى لو حابة انك تزودي كمية السكر مفيش مشكلة، بس طبعا تعملي حساب ان السبرايت مسكر فما تزوديش السكر قوي، عشان طبعا لو هتتاكل مع جبنة مثلا او كده تبقى حلوة وما تبقاش مسكرة زيادة عن اللزوم. نفرد بقى كل الكمية اللي معانا بالشكل ده. الصينية اللي تخلصيها تفرديها وتغطيها وتسيبها تخمر لحد ما تخلصي كل الكمية اللي معاكي. اغطيها بقى واسيبها تخمر حوالي ساعة، لان طبعا دي المرحلة الوحيدة اللي هنخمرها فيها. وبعد كده بالشوكة ونبدأ ان احنا نعمل فيها اخرام بالشكل ده عشان طبعا ما تنفخش معانا قوي. ومعايا هنا بقى معلقة من الحليب كده، هبدأ ان انا ادهن وش القرص معانا عشان تاخد لون حلو. مش حابة تدهنيها عادي مفيش مشكلة، وبرضه هتاخد معاكي لون وهتبقى جميلة. بكل سهولة زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة انك تسيبيها تخمر كويس مش اقل من ساعة. خلاص كده جاهزة معانا بقى، ندخلها الفرن على درجة حرارة 220 الرف السفلي ومشغلة من تحت بس لحد ما تاخد معانا لون وتستوي. نشغل الشواية وتاخد لون بقى من الوش وخلاص تبقى جاهزة معانا. مفيش اسهل من كده ما شاء الله. تطلع معانا بقى بالشكل الجميل ده، اللهم بارك، بجد حلوة جدا جدا ما شاء الله. انا سويت جزء في الفرن الكهرباء اللي هي دي، سويتها في الفرن الكهرباء جميلة ازاي، ودي كانت تسوية الفرن الغاز برضو حلوة جدا ما شاء الله. دي برضو تسوية الفرن الغاز، اللهم بارك، حلو جدا. الاتنين تسويتهم ما شاء الله جميلة، والقرص زي ما انتم شايفين كده طرية، اللهم بارك. شايفين الجمال ومستوية وهشة وحلوة جدا ما شاء الله. شايفين قد ايه هي طرية وهشة. دي كانت تسوية الفرن الغاز. نشوف مع بعض بقى تسوية الفرن الكهرباء. عايزة اقول لكم ان هي كانت سخنة جدا بجد، اللهم اجرنا من نار جهنم يا رب. شايفين التسوية جميلة ازاي، اللهم بارك، هشة وطرية وحلوة جدا، اللهم بارك. تاكلي منها بقى على طول وتشيلي كمية كده في الفريزر، تطلعيها تسخنيها بقى في الميكرويف، بتبقى حلوة جدا اكنك لسه عاملاها بالظبط. ما تنسوش لو الوصفة دي عجبتكم تجربوها وتقولولي آرائكم في الكومنتات، وما تنسوش تحطولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. وجربوها وانا متأكدة ان شاء الله انها هتعجبكم وهتطلع معاكم كمية حلوة جدا والحجم كبير، اللهم بارك ما شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.